بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. شايف أحيانا بتجيلي أفكار كده. ما هو الواحد كتر القعدة مع نفسه وماينس 11 أو ماينس 12، فخلاص الأفكار متجمدة. فأنا اللي هو إيه، طب ما هو 25 يناير 2025 ده رقم حلو. كده كده بنقول نرجع، ما حدش بيرد علينا، يمكن مشغولين وده حقهم. وكده كده لو رجعنا من غير ما نقول لهم ممكن يزعلوا مننا جامد، وممكن نعرفها في المطار أو ما مرحلة ما بعد المطار، أو لو إحنا عايزين نرجع نخرج من البلد تاني. بس انا كمواطن مصري ومعايا جواز سفر مصري، ولم اقدم على حتى تقديم استمارات الحصول على الجنسية الأمريكية، لاحترامي لولائي وقسمي لبلدي. ده ما بيقللش من احترام أي مصري أمريكي، على راسي من فوق، بس أنا ظروف خاصة دايما. أنا كده في عمليات خاصة وفي ظروف خاصة، أنا ببقى الظروف الخاصة. اللي هو أنا مش هنزل أعمل 25 يناير وأقعد أكتب وصايا وإن أنا هموت وأتسجن وأتبهدل، وبعدين في الآخر أروح أقسم بالولاء لجيش أمريكا. يعني سوري يعني. وحتى لما اتعرض عليا شغلانه كبيره هريبورت، الواحد بيريبورت رئيس الجمهوريه في الحكومه الامريكيه، انا رفضت من اول قعده يعني. مش مثلا حاولت استكشف بقى وامشي الفكره في دماغي شويه. ده اخواتي ما بيردوش عليا، بس دول عايزين نشتغل معاهم يا حلاوه. وكاونتر تيروريزم، ده انا ده انا معايا الصناديق السوداء والله. عشان ابن حلال، مش عشان معايا حاجه يعني، بس بسمع كتير وناس بتقول لي معلومات، فاللي هو بس طبعا الحاجات دي لو اخواتي يطلبوها مني في الاجهزه الامنيه المصريه عايزين ياخدوها مني على رحب وسعة يعني، بس مش هديها لأمريكا. مديها لأمريكا في الحكومة يعني، وأنا قلت كده للأمريكي اللي في الحكومة اللي بيريبورت لرئيس الجمهورية. فبنقول إيه؟ بنقول طب ما أنا هرجع، ده حقي، حقي وحق أمي وحق أبويا وحق جدي اللي قدري إن هو كمل منوفية من القرية اللي جنب إيه، ميت أبو الكوم يا إخوانا، عند الناس اللي عندها جينات الساداتية دي. فلو انت كنت شايفني انا بقل ادبي، ما انا قليل الادب اصلا، بس يعني ما انا كنت بقل ادبي على نفسي، بقل ادبي يعني انت شايف قله ادبي بس على قله ادبي. طب ما تسال نفسك انا بقل ادبي ليه؟ عشان انا قليل ادب وفايب بيا. خلاص بقى، دي حاله نفسيه، وهي فعلا حاله نفسيه، مرض نفسي يعني. انا ما بكذبش على نفسي، بس ما بحبش حد يقعد يتكلم عنه. انا بعالجه بيني وبين نفسي يعني، عشان احنا رجاله. انا مش هروح لحد استراح على شيزلونج احكي له يعني، لا معلش. ده لما جيت حاولت اعمل كده قعدت اضحك يعني بصراحه. حسيت ان الراجل ده هيكتئب. لا طب تعالى، انت مالكش فيها خالص، طب اقعد انت على جنب، انا ما تمام. ما شفتش حد مال عيني يعني. فانا بعالج نفسي كده، اللي هو بقى هتقعد بقى تحرمني من الرجوع للبلد بقى علشان انا دلوقتي مش عايز ارجع الاقي نفسي بتاخد على سجن. بس بصراحه لما شفت سجون سوريا قلت لا، ده السجون المصريه دي طلعت حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. مش هنقول 5 سنين برضه يا اخوانا الضباط، لان ما شفتش السجون الجديده والسياخ الكفته والحاجات الحلوه. بس نقول في السجون القديمه لا، مش يعني نقول انتوا 3 ستار وهم لا، ده هم تحت الصفر خالص. قائد فريق الفروسيه، وانا على فكره ما باخدش معلومات من اي حد كده يعني، قائد فريق الفروسيه ده يعني راجل نبيل محترم، بيركب فرس، اللي كان بياخد بطولات عالميه، اتقبض عليه لانه خد بطوله بدل باسل، وباسل غار منه. فهو في المعتقل قفشوه بيصلي المجرم. انا اقسم بالله، انا لما كنت هم في الدور التحتاني في امن الدوله والراجل الحارس بتاعي بيضربني، بس وقت الصلاه لا، أصل عايز اقوم اصلي على طول، وهو بيقوم يصلي كمان. وانا كنت على استعجب كده. انا كنت اصلا ملحد، انا كنت بقوم اصلي عشان اعرف اخش الحمام، وعشان كده كده عارف كنت ملحد اللي هو ايه، طب ما انا هحاول برضه نكلم ربنا، يمكن في ربنا وهنا بقى هنتعرف على ربنا في الدور التحتاني هناك. بس يعني حاجات حلوه وهنا يعني. والسجون الجديده شكلها على فكره فعلا محسنين ظروف المعيشه، بس في مشاكل يعني في اي حاجه في الدنيا. في حاجات ما فيهاش مشاكل، بس تمام ما فيش مشكله. فارجع، لو دخلوني السجن هو هخش اقابل زملاء الكفاح بقى جوه هناك، وهيحطوهاني في زنزانه انفراديه. اهم حاجه بس سياده الرئيس يعني لو تديني موبايل، وانا اوعدك ان انا هستخدمه تليجرام شات يعني، اكلم بيه اصحابي كده عشان اسلي وقتي وانا او خلاص يا عم خد، بس اديني مصحف وكام حاجه تاني. بس مش عايزين بقى ضرب وكده، لان 44 سنه دلوقتي فاهم، هتضرب تاني؟ انت ضربت وانا 30، هتضرب تاني وانا 44.
يعني أنا شتمت اشتمني. عمر بن الخطاب وهو من هو فاروق الأمة كان كده، ده التعامل معاه. ما كانش عنده privileges على بقية المواطنين. ده هو لما دخل بيت عنوة بالليل علشان هو سمع أصوات ناس شكلها سكرانة، صحابة سكرانين في عصر الخلفاء الراشدين، خلي بالك بص الوضع. فنط من ده ودخل وبيقول يعني مسكتكم، يعني خلاص تعالى، ده انت كل واحد فيكم هيتاخد يتجلد الجلد الخمر وممكن يعذرهم كمان. صاحب المكان قال له انت اصلا مش من حقك تدخل المكان بدون اذن وانت نطيت، ومش من حقك تتجسس علينا وتتسمع لاصواتنا، وربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول ولا تجسسوا. ومش من حقك ان لو انا ربنا ساترني انك انت تفضحني عشان تطبق عليا الحد. سيدنا عمر روح من الباب، وده امير المؤمنين، كان ممكن يطلع السيف ويطير له رقبته. في عصر بقى لا في جمعيات حقوق انسان ولا بتنجان، هي ماشيه بالعدل. عشان كده دايما في القانون لازم يبقى في فهم روح القانون، فانت تفهم روح الانسان برضو. ما احنا مش هنفهم روح القانون بس، لان روح الانسان مهمه برضو. ما انت لو طلعت روح الانسان، ما هو هيطلع روح القانون. ما هو الانسان كل ما يعني المجرم اللي الناس بتقعد تحاكمه على اجرامه، انت ما تعرفش سيرته وحياته حصل فيه ايه وتعمل فيه ايه. عشان كده بقول يا جماعه بالله عليكم كلكم توقفوا عن الحكم على الناس. حتى اللي انت متخيله سفاح ما تحكمش عليه، انتقد افعاله حتى من غير ما هي لازم تذكر اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. الغلط مش هيتصلح بان فاهم. وانا يا عم انا كده كده عشان انا محتسبها لله بعد ما قاعد بربي نفسي عشان انا عملت غلطات كتير. انا مسامح، انا مسامح، وحتى لو هم ما انجزوش انا مسامح، وحتى لو اتقبض عليا ودخلت في السجن انا مسامح. بس صدقوني، ودي بقولها نصيحه لاخواتي القيادات وبقولها برجوله، ربنا سبحانه وتعالى مقدر المقادير، وهو اللي امركم كولاة امر تحتوي الشباب اللي زينا. انا مش شباب دلوقتي، انا 44 سنه خلاص، بس يعني اللي هو الناس اللي بتفكر زي كده. لان انا بفكر طول الوقت خارج الصندوق، وانت زعلان مني عشان كده، وانا زعلان منك عشان انت مش عايز حتى تبص على اللي انا بوريه لك في الصندوق علشان تطلع خارج الصندوق شويه. عشان او حتى يا عم مش كده، خدني على قد عقلي، ولما ابقى زعلان عشان في حد مظلوم في حاجه تساعدني عشان ندور على طريقه نعالج بيها السيستم بشكل عام. عشان المظالم اللي في البلد دي احنا مش هنغمض عينينا. ما هو انا لو رجعت مصر يا سياده الرئيس هتسكت بقى؟ هنرجع تاني زي زمان؟ هتقفلوا لنا بقنا كلنا؟ حضرتك قلت اي حد يتكلم يتكلم هو فاهم، خلاص انا هتكلم وانا فاهم، وانا هتكلم بادب، والحمد لله انا بتكلم بادب. وانا متعلم الادب اصلا، انا من وانا صغير ما بشتمش. بس هو قدر الله بقى من بعد الثوره الماسوره فتحت طبعا في الشغل بدات تزيد، يعني لان المجتمعات السو كولد بروفيشنال فيها ناس اجريسيف وبتشتم حسب بقى المهنه اللي شغال في المقاولات ودي مش حجه ولا تبرير، لان الكلمه الطيبه صادقه. والانسان انا خسران كتير بسبب لساني، يعني انا عارف انا كنت ممكن اكسب حاجات كتير جدا. والدوله على فكره قيادات الدوله مش عندها مشكله معايا، هم مش عايزين صداع. وانا صداع ليه؟ لان هم مش قادرين يستقروا. انا ليه مش مستقر؟ وانا عمال اشرح لهم انا ليه مش مستقر، بس هم مش فاهمين عشان هم عندهم مشاكل تانية وانا مقدر. بس خلاص ماشي، انا هحلها بقى بيني وبين نفسي. بس انا بقى ايه اللي هو، انا المره اللي فاتت رجعت بصراحه ما كنتش مرفوع الراس. يعني ايه ما كنتش مرفوع الراس؟ يعني بتنسيق. طب ليه ده مش رافع راس؟ انا طبعا التنسيق ده من باب الحمايه، ان الدوله ما حدش يحصل فيه قلق او حاجه، لا ده اكيد. وده رافع راس برضه. بس انا بتكلم في حته اللي هو ايه، اللي هو انا خايف لا يعملوا فيا حاجه لحسن. ده انا كنت حاطط، وانا ملحد كنت حاطط كفي على روحي على كفي وكاتب وصيتي، وكنت فعلا نزل ما اعرفش انا اموت ولا لا يعني. اصل ما انا بمجرد ما هيتعرف انا اللي عامل البتاعه دي، ده مثلا لما قبض عليا قلت يا نهار اسود، تاني يوم ما حصلش حاجه. ده انا خلاص كده، انا جوه. انا جوه بقى وهتحاسب حساب عسير. لان ساعتها هم يبقوا شايفين ان هو انا، ما هو
هم فاهمين أصلًا كل الكلام ده، ومع ذلك يعني مع الوقت وبيقولوا عليّا إن أنا من أذكى الناس كل حاجة حلوة، بس أنا عشان ربنا يبصّرنا ويدينا الحكمة، أنا بس عشان بالي أنا أحب كده من زمان مواعيد كده، اللي هو هنعمل كذا يبقى هنعمل كذا، نعمله الساعة كذا، نعمله الساعة كذا، إنما اللي هو إن شاء الله هنبقى نرُد عليك. الله! على فكرة أكيد في ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده مش أنا بس، أي حد بيسمع وبيحترم نَفْسه أكيد، أي حد كان عنده مظلمة مع مثلًا حد يعرفه، حد قريبه في كذا، في مشكلة أو حاجة واتظلم وجات بالمناسبة عشان بس تبقوا فاهمين، أنا مش زي الناس أنا ما أكرهش وزارة الداخلية على راسي من فوق إخواتي الضباط، واللي بيفهم منهم فاهم كده كويس، اللي بيفهم منهم مش قصدي بيفهم في المطلق، قصدي بيفهم منهم في حالتي يعني، اللي متابعني كويس، اللي اتفرّج على أنا عملت إيه في أوقات، عملت إيه، فهي ضباط الداخلية يلّا أنا مش هاستأذنكم وأنا راجع مصر عشان أنا راجع بلدي بباسبوري الأخضر الجميل اللي ما عنديش غيره، وعشان تبقى فاهم بس بgreen card منتهي وانتهى وأنا في كندا وأنا حتى لم أعبأ إني أرجع أمريكا، قُلت لأ خلاص أنا قاعد بقى في كندا، وعشان بس أجيبها لك كمان من الآخر، أنا قاعد مخالف، يعني لو أنت عايز تأذيني قُل لهم كده ضرّني عادي، وأنت مش هتعمل كده، بس أنا باورّيك أنا كاشف ورقي أهو، عشان أنا راجل، هتعاملني معاملة الراجل وتتعامل معايا معاملة الرجالة، يبقى يالّا بينا، مش هنعمل كده، أنا هاصلح قد ما أقدر في مصر بلساني وبعملي بدون ما أضايق أي حد، بس إن شاء الله عملي هيورّيكم إن أنتم كنتم غلطانين في التعامل معايا من البداية، ومش باقول كده علشان أنا عايز أشوفكم غلطانين قسمًا بالله ولا يفرق معايا مين صح مين غلط، ده أنا عامل بلاوي في حياتي.